وها هو نادي الزمالك يفوز على زيسكو يونايتد في طبعا اول مباراة رسمية من بعد فترة طبعا توقف المنتخب والماتشات الودية طبعا واختيارات كابتن حسام حسن وتصريحاته المليئة يعني بحاجات غريبة كده مش عارف هو قالها ازاي، ولكن توقعي يعني ان كابتن حسام حسن مش هيكمل مع المنتخب بسبب الروح اللي مش حلوه اللي موجوده بقت في التيم بعد التصريحات بتاعته. لكن نيجي طبعا لمباراه زيسكو يونايتد والزمالك او الزمالك وزيسكو يونايتد طبعا. يعني انا مش هقدر ان انا يا جماعه اهاجم طبعا احمد عبد الرؤوف او اقول في اي حاجه او في مشكله، لان ببساطه يا جماعه طبعا ابتدينا المباراه كويس جدا، كان في استحواذ كويس، ولكن سوء يا جماعه، سوء تقدير او سوء تحركات من اللعيبه نفسها. يعني ده كمان ظهر الشوط التاني يا جماعه، ظهر الشوط التاني من الباصات واللي الدنيا ما كانتش افضل حاجه. يعني دي يا جماعه دي كواليتي لعيبه، ملهاش علاقه بمدرب، ملهاش علاقه بمدرب. الشوط الاول يا جماعه كان هايل جدا، شوط هايل كان هايل جدا، ولكن تنفيذ اللعيبه مش حلو. يعني انا لا شايفه ان احمد عبد الرؤوف ابتدى يعمل حاجه حلوه. كان بيعمل ايه؟ كان بيخلي زي اللي انت ملاحظ كده، هتلاقي ان لعيبه الزمالك بتبتدي انها تبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه جوه منطقه الجزاء، وده ما كانش بيحصل نهائي. يعني موضوع ان لعيبه الزمالك دي بتكون موجوده بكثره جوه منطقه الجزاء ده ما كانش بيحصل. كان في الاخر بتلاقي واحد ولا اتنين بالكتير قوي قوي، ولكن دلوقتي لا، في ثلاثه واربعه جوه منطقه الجزاء. ده شيء خلي بالك ما كانش بيحصل، فانا شايفه، يعني ده انا ملاحظه واكيد انت كمان هتلاحظه. ولكن سوء بقى ايه، سوء بقى يعني تفكير من اللعيبه، امتى يباصي هنا، امتى يحط هنا، امتى يتحرك هنا، امتى يقف هنا. دي بتاعت لعيبه مش بتاعت مدرب يا جماعه. انت معلش انت، اللعيبه دي يا جماعه لعيبه دوليه، لعيبه دوليه مش لعيبه صغيره ولا لعيبه عيال صغيره بتاع هتعلمهم ازاي يباصوا ويستلموا ويعملوا، وازاي انت الناس كمان تعلمهم يا جماعه ازاي ياكلوا ويشربوا، ازاي ياكلوا ويشربوا. لا دي لعيبه دوليه، دي لعيبه دوليه بتاخد ملايين يا جماعه، مش بتاخد 10000 جنيه في الشهر ولا حاجه. دي لعيبه بتاخد ملايين، ملايين. فلا يا باشا، لا يا باشا، يعني الموضوع يا جماعه مش عيب مدرب، ده مش عيب مدرب. مر على نادي الزمالك كام مدرب يا جماعه قبل كده؟ يعني بقالنا ولا ده مثلا المدرب ال 30 مثلا في خلال الاربع خمس سنين مثلا يعني. وبرضه نفس الكلام نفس الدماغ. طب يعني ده ما يدكش مؤشر ان العيب مش في المدرب، العيب في اللعيبه او في كواليتي الدماغ بتاعهم، في مشكله عندهم يا جماعه، مش هم نفسهم عندهم مشكله، مش في المدرب. اه المدرب بيفرق طبعا وكل حاجه، ولكن مش بالنسبه الكبيره قوي، مش بالنسبه الكبيره. اهم حاجه يكون عند المدرب ده كواليتي لعيبه كويسه، عندهم ذكاء كويس في الملعب وبيفهموا كويس جدا عشان يقدروا ينفذوا كلام المدرب. انت لو جبت لهم يا جماعه جوارديولا او ايا كان هتجيب لهم مين؟ مش هيعملوا اي حاجه، هيعملوا نفس اللي بيعملوه، نفس اللي بيعملوه. تصرفات يا جماعه اللعيبه مش حلوه، لما بيبقى لعيب في رجل الكوره مش عارف يدي اني اوبشن صح الكوره، سواء يلعبها يمين او يلعبها شمال او يعمل 1 2 او هو مش عارف. ده حتى يا جماعه ظهرت في الشوط الثاني، كان 1 2 بين عبد الله السعيد وناصر ماهر، عاملين يتلخبطوا يا جماعه في ال 1 2. ده يدي الكوره ده عكس الاتجاه اللي بيجري فيه، وده يدي الكوره عكس ده اللي بيجري فيه. ده يا جماعه ده كواليتي لعيبه يا جماعه، مالوش علاقه بتدريب على فكره ولا بكلام زي ده. لا لا لا، دي دماغ لعيبه، دي دماغ لعيبه، صدقوني دي دماغ لعيبه، دي كواليتي لعيب بيفكر مش اكتر. كوره برضو بتاعت احمد شريف وناصر ماهر لما لعبها له طويله واحمد شريف ما دخلش، هو كواليتي اللعيب، هو كواليتي اللعيبه كده. هل مثلا محتاجه المدرب بيقول له يعمل كده؟ اكيد لا، يعني اكيد لا. انت كلاعب بتلعب في الملعب انت تبقى عارف. فدي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره بجد. الاداء يعني الشوط الثاني يا جماعه كان كارثه بقى. الشوط الثاني كان كارثه، دفاعات مفتوحه وزيسكو يونايتد يا جماعه عمال يهاجم يمين وشمال ويجري وحرفيا الحمد لله ان ربنا ستر وما طلعناش يا جماعه متعادلين. لا ده تستر ربنا، وعواد الصراحه شال كوره كده حلوه جدا خبطت في رجل حسام عبد المجيد ولحقها وهوب كان حد هيكمل ويدخلها جون. ولكن لا الموضوع يا جماعه بجد سيء جدا جدا. الشوط الثاني، الشوط الثاني بالتحديد
يعني وشيكو بنزا راح طبعا بكرة. شيكو بنزا يا جماعه ما عندوش اوبشن ان هو يطور الكرة ويجري. اجري طور الكرة وطير. طير يا باشا اجري طير. طير فاهم اللي هو ايه؟ يعني بيلعب ماراثون مش بيلعب كوره، مع ان هو لعيب كويس عنده كواليتي حلوه، لكن ده مشكله في ده اللي جوه. اللي جوه هل المدرب هيقدر يغيره؟ الموضوع صعب. موضوع صعب يعني مش سهل. انا على فكره شفت نوعيه من الناس يعني مهاريه جدا، ولكن مهاره زياده عن اللزوم اللي هي تضر الفريق بتاعهم. مش تفيد الفريق بتاعهم. يعني بيفضلوا يرقصوا طوب الارض وفي الاخر تقطع منه. طب انا هعمل بيه ايه؟ يعني فين الانتاجيه؟ رقصت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وعملت شو جميل قوي، ولكن في الاخر مش عايز تباصي، مش عايز تدي لحد الكوره، والكوره تقطع وتخش عليها جول. يا اهلا وسهلا يا الله عليك، والله رقصت ثلاث اربع لعيبه وفي الاخر ايه؟ الكوره اتقطعت منك عشان انت حضرتك مش عايز تباصي، مش عايز تلعب بجماعيه، والكوره دخلت فيها جول. الله برافو يعني. انا شفت ان ومهما تقول لهم هو ده تركيبه دماغه. انما تقول له يا عم باصي ومش عارف ايه، اه طب ماشي وبتاع، ويسمع وتحس ان هو فعلا فهم وهيسمع الكلام. لكن ها ده دماغه كده، ربنا خلقه كده. هو ربنا خلقه كده بس. فالموضوع يا جماعه لا يعني الشوط الثاني كان سيء. واحمد عبد الرؤوف يا جماعه مصدوم، والله والله مصدوم. ولو جبت حتى مدرب مين مع اللعيبه دي والكواليتي اللي موجود دي مش هيطور في حاجه، مش هيعمل حاجه، مش هيعمل زياده عن اللي بيعمله احمد عبد الرؤوف او اي مدرب مصري. يعني ما يبقاش عندنا كده يا جماعه عقده الخواجه ان انا عايز اجيب مدرب وخلاص. يا لا خلي يا باشا عبد الرؤوف موجود. لو عايز تجيب بقى مدرب سوبر 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 فعلا سوبر، انا قلت لكم تكيس جونيور. الراجل بيشتغل، هيشتغل معاهم من الصفر اهي. هيعلمهم كانهم ايه؟ يعلمهم ايه على السبوره كده؟ ايه بي، لا بلاش انجليزي عشان ما الف باء فاهم؟ يعلمهم ايه الحروف الابجديه كده من الاول في الكوره. انا بكلمك بجد. يعني هيعلمهم كانهم في حضانه. انت عايز لعيب، عايز مدرب يعامل لعيبه نادي الزمالك ان هم في حضانه. دول في حضانه لسه ما دخلوش اصلا مدرسه يعني. لكن لو عملوا ان هم لعيبه دوليه وكبيره هيفضلوا كده. هيفضلوا كده. تحركات سيئه، تصرفات في الكره سيئه، الكلام ده كله يعني انتشار مش عارفين اصلا هم ينتشروا. يعني دي يا جماعه عيب مدرب. ده والله مش سوري عيب مدرب ايه، ده عيب لعيبه. ده يعني لعيبه. لعيبه. فالشوط التاني الصراحه يا جماعه كان سيء جدا 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 جدا. ومحتاجين بجد الصفقات يا جماعه، محتاجين صفقات في يناير، محتاجين انقاذ يا جماعه في يناير بجد. والصفقات كويسه، محتاجين مهاجم سوبر، محتاجين لعيبه عشان لو حتى جبتوا مدرب يقدر عنده، يكون عنده لعيبه كواليتي، لعيبه كويسه. انت ما عندكش غير بيزيرا بس. هو بيزيرا بس. المهم يا جماعه ان احنا كسبنا والثلاث نقط، وان شاء الله باذن الله يكمل احمد عبد الرؤوف ونبتدي ان احنا نحسن في الاداء، واللعيبه تبتدي يعني تشرب طريقه اللعب الجديده الكويسه الهجوميه اللي هو الراجل بيحاول ينفذها. وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي، وفي الدوري وفي الكونفدراليه والبطولات الجايه. يلا اشوفكم يا رجاله على خير. السلام عليكم.